Ask me before you buy in New Cairo. بالنسبه للموضوع يا جماعه، ليه تشتري في الساحل؟ هفهم حضرتك ليه تشتري في الساحل. اولا الساحل انت يوم ما هتشتري فيه النهارده، حتى لو هتشتري مع 4 سنين، انت ضامن مليون في الميه انك هتاجر الشاليه. ليه؟ لان الساحل منطقه قايمه اساسا وفيها ايجارات. يعني احنا مش بنتكلم عن منطقه لسه حديثه المنشا، لا، هي المنطقه قايمه وبتتاجر وفيها عليها زي ما بيقولوا رجل. والنهارده مصر، يمكن الدوله المصريه كمان بتحاول توجه، او في توجيه من الدوله المصريه لاعتبارها عاصمه سياحيه، باعتبارك اللي عندك افضل 10 شواطئ على مستوى العالم، اتعملت فيها مدينه العالمين الجديده. كل الكلام ده بيفرق كويس جدا. ده النقط دي تخلي بالك منها مبدئيا. اول حاجه تخلي بالكم منها الايجار. الايجار هتعرف تاجر، انت ضامن اللي هتاجر، يعني هتاجر ما فيهاش كلام. الانفست بتاعك بيعلى والاسعار بتغلى هناك. وانا شايف وجهه نظري لحد النهارده، انا قلت الكلام ده اكتر من مره، ان تسعير الساحل لحد النهارده مش تسعير مظبوط، والتسعير اقل من سعرها الحقيقي. لما تكون انت عندك حاجه مش موجود منها غير 10 شواطئ على مستوى العالم، انت من افضل 10 شواطئ على مستوى العالم، معنى كده اللي فيه عامل ندره، معنى كده والاراضي بتخلص، معنى كده الاسعار دي في يوم من الايام هتبقى ارقام تانيه خالص، هتجذب الاجانب عشان يقدروا يجوا يشتروا هنا، وهيشتروا هيدخلوا عمله صعبه. والاجانب لما بيشتروا اوريدي بيرفعوا ثمن الحاجه زي الجونه، وده اللي انا كنت دايما بحكي فيه. Ask me before you buy in New Cairo.